الترتيبات التي اتخذت من طرف ولاية الأمن في إطار الاحتفالات برأس السنة ابتدأت منذ 24 من هذا الشهر، وهي ترتيبات اعتيادية، وذلك لضمان حسن سير هذه الاحتفالات التي بدأت طبعا منذ 24 من ديسمبر 2016. وهذه الترتيبات هذه السنة عرفت طريقة جديدة، وهي أكبر عدد من الموظفين، وكذلك توفير فرق متخصصة من المديرية العامة للأمن الوطني التي وضعت لها إشارة ولاية الأمن من أجل تنصيبها في إطار هذه العمليات الأمنية، والتي تهدف بالخصوص إلى توفير الأمن والسكينة لمرتادي الأماكن العمومية وكذلك المطاعم والفنادق. بالنسبة للعدد الذي تم وضعه رهن إشارة المناطق الأمنية بالدار البيضاء هو ما يزيد على 5000 موظف، وكذلك مجموعة ديال الوسائل ديال المادية، منها سيارات ودراجات نارية وغيرها من الوسائل التي تمكنه من الظهور الجسماني للعناصر الأمنية، وبالتالي تحسيس المواطن بالتواجد الأمني الفعال. عميد الشرطة القراني محمد أمين، رئيس الفرقة الولائية للأبحاث والتدخلات. كما كتشاهدوا معنا الآن في مقر ولاية الأمن ديال الدار البيضاء، التجهيزات الأخيرة واللمسات الأخيرة على الخطط الأمنية اللي تم وضعها تحت الإشراف الفعلي والمباشر ديال السيد ولي الأمن، وبتوصيات وتعليمات ديال السيد المدير العام للأمن الوطني من أجل السهر على إنجاح الاحتفالات ديال نهاية السنة. كما كتشاهدوا فتم تجنيد وتسخير المختلف التشكيلات، وكذلك بتنسيق مع القوات المساعدة والشرطة القضائية، الاستعلامات العامة والأمن العمومي. فتم تشكيل عدة فرق أمنية مختلطة تم وضعها بنقط اللي هي حساسة، والنقط اللي هي كتشهد واحد الإقبال كبير لا ديال السياح لا ديال الناس اللي كيحتفلوا بهاد لي فيستيفيتي دو فان داني. فكما قلت الخطة الأمنية غادي تكون انطلاقا من اليوم إلى غاية انطلاقا من هذه الساعة إلى غاية النهاية للاحتفالات ديال السنة. هاد التشكيلات الأمنية فيها عناصر الشرطة القضائية وفرقة التدخل السريع ولي جروب دانترفونسيون رابيد، وكذلك فرق الكلاب المدربة والفرق ديال التنقيب عن المتفجرات. وعكس ما تم تداوله مؤخرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي او في وسائط التواصل، فبالنفي هذا المخطط الامني فما هو الا لتامين والاحتفالات ديال نهايه السنه باش تمر في احسن الاجواء ودون تسجيل اي حادث يمكنه الاخلال بالامن العام.